السلام عليكم متابعينا الأعزاء. تعالوا نتعرف على أغنى 10 فنانين في مصر. لقد أصبح الفن في عصرنا الحالي صندوق حظ ومصدر المال والنفوذ والجاه للفنانين في العالم العربي بوجه عام، وأغنى فنانين مصر بوجه خاص، حيث أصبح الآن الفنان مليونير ويعد من صفوة المجتمع، ويرجع ذلك لامتلاكه ثروة تتجاوز ملايين الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة. وسوف نتعرف في هذا الفيديو على أغنى ممثلين في مصر وأسعار العقارات. لكن قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. لقد كان الفن في السنوات السابقة مهنة تشبه صاحبها، وذلك لأن الفنان كان ينفق أمواله من الفن على الفن ذاته، والدليل على ذلك أن كبار الفنانين قضوا آخر فترات حياتهم في فقر ومرض، ولم تسمح لهم الفرصة من توفير المال للإنفاق على مصاريف علاجهم. وهناك العديد من فنانين الزمن الجميل الذين لاقوا نفس المصير، والدليل على ذلك ما حدث للفنانة مريم فخر الدين والفنانة زهرة العلا من بيع ممتلكاتهم في شارع خالد بن الوليد في المزادات العلنية بعد أن ابتعد عنهم المخرجون بسبب حاجتهم الشديدة للمال. أما عن ثروة سعاد حسني فلقد ماتت وهي لا تمتلك شقة في القاهرة في مصر ولا أي دولة غيرها. بالإضافة إلى ذلك فقد منعت الحكومة الإعانة الشهرية عنها، ولم يكن معها حينها غير 4000 جنيه استرليني مصاريف للعلاج و58 جنيها مصاريف المعيشة. الفنان عمرو دياب هو أغنى فنان في مصر، حيث تتجاوز ثروته 2 مليار دولار، وهذا ليس بالأمر الغريب، وذلك لأنه يحتل المركز الأول داخل قائمة أغلى مطرب في الوطن العربي، وأيضا الأكثر تحقيقا للإيرادات في حفلاته. كما حقق عمرو شهرة كبيرة جدا، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه ألبومه ميال، ويحتل مرتبة أولى من حيث الأجر الذي يحصل عليه بالحفلات الخاصة التي يؤديها، وذلك مقارنة بغيره من الفنانين، ومعروف عنه أنه أعلى أجر في الإعلانات. والدليل على ذلك أنه قد تعاقد مع شركة المياه الغازية وخطوط التليفون المحمول على القيام بتقديم مجموعة من الإعلانات مقابل حصوله على 2 مليون دولار للإعلان الواحد منهم. وأكثر ما يميزه هو قيامه بتقديم الذبائح والهبات للأهالي في بلدته ومسقط رأسه. ويمتلك عمرو دياب فيلا في المنصورية وعدد من الشقق في الإسكندرية، كما يمتلك عدد من العقارات. الفنان هاني شاكر. من الطبيعي أن يحتل الفنان هاني شاكر المكانة الثانية في قائمة ثروة الفنانين المصريين، وذلك على الرغم من قلة النشاطات الفنية له، وأيضا عدم إحيائه وقيامه بأداء الحفلات بكثرة. وعلى الرغم من ذلك إلى أن ثروته قد تجاوزت 32 مليون دولار، فلقد بدأ بالغناء منذ عهد المطربين المصريين الكبار مثل عبد الحليم حافظ. كما يمتلك هاني شاكر عدد من العقارات في كومبوندات حدائق أكتوبر والقاهرة وأسيوط. الفنان تامر حسني من المطربين المصريين الأكثر ثراء. فكم ثروة تامر حسني؟ تجاوز أجر تامر حسني عن دوره في فيلم عمر وسلمى الجزء الثاني 5 مليون جنيه، ووصل أجره عن بطولة مسلسل آدم 20 مليون جنيه، وقيل أنه تم تخفيضها إلى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى عدد من العقارات وشقق في دمياط الجديدة والقاهرة وغيرها.
الفنان حكيم. يمتلك الفنان حكيم ثروة تتجاوز 30 مليون دولار، وقيل أنه قد تعرض لسطو مسلح نحو 1,750,000 جنيه. ويقارن حكيم بأشهر المطربين الشعبيين في مصر، بالإضافة إلى 3 هواتف جوالة وكاميرا فيديو، وأيضا جهاز لابتوب، وأيضا بعض المشغولات الذهب، وكذلك الملابس. الفنان عادل إمام. الزعيم عادل إمام ليس له منافس مطلقا، حيث يعتبر أغنى واحد في مصر من الممثلين، والدليل في ذلك أنه يتقاضى في بطولة الفيلم الواحد 15 مليون جنيه. تقدر ثروة عادل إمام بما يقرب من 2 مليار جنيه. لم يكتسب عادل إمام هذا المبلغ من العمل بكلية الزراعة التي تخرج منها، ولكن حصل عليه من الأفلام والمسلسلات التي قام بها، فلقد تخطى عدد أفلامه 100 فيلم، وتجاوزت المسرحيات 10، مما كان له الأثر البالغ في جمع هذه الأموال، بالإضافة إلى 1,000,000 جنيه عن حضور أي لقاء تلفزيوني أو أي برنامج على الفضائيات. الفنان يحيى الفخراني. يلي عادل إمام في الثروة الفنان والممثل القدير يحيى الفخراني، الذي له العديد من الأفلام والمسلسلات، فهو من زمان بعيد، حيث يتقاضى يحيى الفخراني في بطولة المسلسل الواحد أجرا قد يتجاوز 7 ملايين جنيه عن المسلسل الواحد. الفنان محمد رمضان. خلال فترة زمنية ليست بطويلة استطاع محمد رمضان جمع مبالغ مالية كبيرة، والدليل على ذلك أنه استطاع جمع مبلغ 13 مليون دولار من المشاهدات على فيديوهاته على اليوتيوب خلال آخر 5 سنوات، واستطاع الباحثين الوصول إلى مقدار ثروة رمضان، وقد اتضح أنها تتجاوز 1.5 مليار. المطربة أنغام. لقد استطاعت أنغام أن تجمع أكبر قدر من الأموال خلال فترة عملها بالفن، فهي تعمل منذ فترة طويلة في هذا المجال، ولقد تجاوزت فترة عملها في مجال الفن 50 عاما، وحققت خلال 50 عاما الكثير من النجاحات، فضلا عن الحفلات الخاصة التي تقيمها، كما أنها تتقاضى مبلغ 1,000,000 دولار في الحفلة الخاصة الواحدة، وقد تجاوزت ثروتها 100 مليون دولار. الفنان أحمد عز. يعد أحمد عز من الفنانين المشهورين في الوسط الفني، وذلك لأنه رغم حداثته في مجال التمثيل مقارنة بمن قد تم ذكرهم من الممثلين، إلا أنه استطاع أن يقوم ببطولة عدد مهول من الأفلام بالإضافة إلى المسلسلات. وخلال تلك الفترة التي ليست بعيدة استطاع أحمد عز جمع ثروة تقدر بالمليار و100 مليون جنيه مصري. الفنان رامز جلال. استحدثنا عن رامز جلال سنجد أنفسنا أمام ممثل أعماله الفنية تعد على الأصابع، وتاريخه الفني قصير بحجم ثروته الطائلة، ولكن في حقيقة الأمر فإن السبب الأساسي في هذه الثروة هو البرنامج الشهير الذي يقدمه رامز جلال كل عام في شهر رمضان، والذي يتقاضى فيه أكثر من 100 مليون جنيه سنويا. أما عن ثروة رامز جلال فهي تقدر بالمليار و500 مليون جنيه مصري. وفي نهاية الفيديو نتمنى أن نكون قد استطعنا تقديم قدر كافي من المعلومات القيمة عن أغنى 10 ممثلين في مصر. انتهى الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.